يعني نعم. الجو البيروقراطي يعني. عشان كده بنقول دورة التغيير احنا يعني للأفضل. الثورة ربما تكون تحدث فعلا هادما. احنا بنقول التغيير، الإنسان المصري يحتاج إلى تغيير، المجتمع يحتاج إلى تغيير، المثقف يحتاج إلى تغيير، المبدع يحتاج إلى تغيير، في كافة مجالات، شتى صحيح. مجالات الحياة. الإبداع يحتاج إلى تغيير، يعني لابد. تأكيدا على كلام حضراتكم، يعني ده يخلينا ننطلق نحو مدى أهمية أو قيمة الاهتمام بضرورة العمل المؤسسي العربي المشترك، واللي احنا بننادي ان احنا نبقى دولة المؤسسات، سواء من قبل وزارات الثقافة والتعليم والإعلام والخارجية، وكذلك اتحاد الكتاب والمؤسسات والجمعيات الثقافية. طبعا محاولين جاهدين ان احنا ننهض بهذا الفن الكتابي، ومن ثم النهوض بالثقافة العربية والواقع الأدبي على وجه الخصوص بالطبع. يعني شايفين، يعني توضحوا لي مدى قيمة الاهتمام ده وكيف نقوم بذلك. يعني أنا كنت بس أحب أقول إن ربما فيما يخص الجديد، المؤتمرات السابقة كانت تهتم أكثر بالتنظير والتقعيد. التنظير والتقعيد فن جديد يحتاج إلى أن يتعرف عليه المبدع والمتذوق وأشياء من ذلك. ما هو الفرق بين القصة الشاعرة والشعر؟ ما هو الفرق بين القصة الشاعرة والقصة القصيرة؟ ما هو الفرق والتماس ما بين الأجناس الأدبية وأوجه التباين؟ لو في كلمات موجزة تستطيع أن حضرتك يعني تقول لنا والمشاهدين التنظير والتقعيد. ممكن أنا أعرف يعني إن احنا هم بنقول مش كل يعني نضع قواعد وأسس التي تقول هل هذا الفن، هل هذه الكتابة تندرج تحت القصة الشاعرة، أم أنها تندرج تحت مثلا القصة القصيرة أو الشعر القصصي أو إذا باختصار على حد معلوماتنا عشان يبقى بلغة بسيطة، التنظير والتقعيد هناك ما يعود إلى مرجعية وجهة النظر الخاصة للكاتب ومعاييره الخاصة ورؤيته الخاصة، أو التقعيد بقواعد ثابتة محال أن يتم تغييرها. إنما احنا النهارده بقى في هذا المؤتمر بنقارن ما بين القصة الشاعرة وما يسمى مثلا بقصيدة النثر، ما بين أوجه التماس وما شابه ذلك بقى، يعني ترتيبا أوجه التماس بين المسرح مثلا وبين القصة الشاعرة. خلينا نسمع بقى حاجة كده يعني بطريقة عملية لمشاهدينا مع مشاهدينا.